السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة إن كل سعادة وفخر واعتزاز بوجودي بينكم وبين قبائل مأرب. أنا أنقل لكم في البداية تحايا وسلام العميد طارق صالح نائب رئيس الجمهورية وكل من في الساحل الغربي من قبائل ومقاومين ولجان ومواطنين. أنا خلال هذه الأيام الماضية تلقيت مئات الرسائل من الساحل الغربي، والله من جنوب ومن الصف ومن المواطنين يبلغوكم تحياتي ويقول لكم نحن وأنتم في خندق واحد، ونحمل قضية واحدة، ونحمل هدف واحد، وليس لنا إلا صنعاء، وما دونها لن يكون. احنا تحركنا اليوم الصباح، زرنا رغوان وزرنا المنطقة السادسة التي تقع في الجوف. قطعنا مسافات شاسعة، كان الحوثي يدعي أنه احتل الجوف بالكامل، لكن ما لفت انتباهي المسافات هذه بيقطعوها المواطنين في الطرقات، القاطرات والبضائع والأسر. هذا يوصل من صنعاء إلى مأرب والعكس. كيف كانت صروة، وهذا نهاية قبيلة خولاء هذه موجودة في مأرب، أنتم عارفين بوضعها كيف كانت، آمنة مطمئنة والناس أخوة وأصحاب وما بينهم شيء. لما جاء لنا هذا المشروع الخبيث فرق بين الناس وشردنا. بنتكلم عن الانفصال والانفصالي. من هو الانفصالي؟ الانفصالي هو الحوثي ومشروعه. أبي قطع الطرقات وأبي عمل الحواجز. هذه أخذ عملة لحاله وسوى منهج دراسي لحاله، منهج خليل. يا شيخ محمد يا مرحبا. وعزل مناطق سيطرته عن باقي اليمن. الميكروفون يا جماعه، كيف احوالكم؟ والله بحالكم، كيف احوالكم؟ يا حي الله. وعزل مناطق سيطرته عن باقي اليمن. هو حقيقة حقق انفصال، حدود سواها، ألغى حواجز، منع الناس، قطع قسم بين القرية الواحدة، بين القبيلة الواحدة، بين الأسرة الواحدة، وعمل لها العملة وعمل لها المنهج والسياسة الخارجية هذه لحالة. المهم خبيث في خبيث في خبيث. قدمنا مبادرات سواء هنا موجود على مستوى الشرعية بالكامل في مأرب وفي عدن وفي الساحل الغربي وفي تعز، انه نفتح الطرقات للمدنيين. ولا طريق فتحه. ما يشتي الناس يتواصلون فيما بيناتهم والبين، اجتماع يتواصلون مع بعضاتهم. ما يشتي هو هدف يقسم، يبدأ يقسم الأسرة، وانتم عارفين كيف قسم، كيف بدأ يخلي الأولاد يتمردوا على آبائهم وعلى أسرهم. يكلمني أمس واحد كان عندي في المخيم، في مخيم خولان، يقول إنه ولد بيقول لأبوه، بيقول له كيف لا ما عقدت على أمي. هذا النبتة حق الحوثي. قدمنا بأكثر من مبادرة إنه نفتح الطرق، يمر المدنيين، تمر البضائع، تمر الإغاثة، ماشي، إلا يقوم يفتح لنا طرق فرعية ملغمة فيها 100 علة. وذا الحين بيتشدق بالمرتبات، بيطالب المرتبات، بيقول من النفط والغاز. ايش تتوقع ايش الهدف من مطالبة المرتبات؟ هو قد سرق أبي موجودين عنده، وذي قد هجرهم، قد سرق عليهم كل شيء، بيوتهم ومزارعهم ومرتباتهم وأرصدتهم وكل شيء. هذه موجودين عنده قد أفقرهم.
باقي هذا المرتبات بيدورها من النفط والغاز من أجل يسرقها، لا لشيء، قد كمل كل شيء يسرقه، باقي المرتبات. لأنه أول ما تبدأ صرف المرتبات بيقول لهم أشتي دورات، والمدونة السلوك الوظيفي والمدري ايش والكذا بيضجوا الناس، وبعدين يقوم يسرق المرتبات. يعني بالمختصر احنا بنقاتل مجرم لص، بعد احنا بنقاتل مجرم بيقاتلنا بشرف وبيقاتلنا على قضية السحق، ما بش هذا واحد لص. على العموم أنتم يا جهم ويا بني جبر ويا خولة، أنتم في مقدمة المدافعين عن الجمهورية، وأنتم من السباقين هذه رفضوا الكارثة 21 ديسمبر، والجمهورية والشرعية والناس كلهم معولين عليكم. أنتم قبيلة عسرة ولكم كلمتكم ولكم مكانتكم بين القبل. أنا يمكن تحدثت أمس بين أصحابنا، قلنا قبيلة خولة ما قد دسع لها الحوثي طرف، وجالس يهتابها، والسبب أنه أيضا من الأسباب، أولا هي قبيلة حسرة، والقبيلة طائفية ما تترك الصاحب، والشيء الثالث هي هانا من مأرب إلى صنعاء، وهي جسد واحد، وهي سيف واحد، وهي مع الحق، وهي مع الشرعية، وما بتقبل بأي باطل. ونقول لأخواننا وأصحابنا اللي موجودين في مناطق سيطرة الحوثي، إحنا نقدركم ونحترمكم وأنتم فوق رؤوسنا. مأرب حماية لنا ولكم وللجمهورية ولصنعاء وللأجيال وللكل، لا أحد يفرط فيها، والجوف كذلك، وبقية المدن اليمنية. من اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى مدينة مأرب حظيت بحفاوة الاستقبال. استقبلوني من رئاسة الأركان ومن السلطة المحلية ومن القبائل ومن المواطنين، كل قبائل اليمن الموجودة في مأرب كلهم مقاومين، وكلهم بادروا، وكلهم جمهوريين. حقيقة ما وجدته في مأرب هو تعطش للحمة بين أبناء اليمن، وتعطش للعودة إلى الجمهورية وإلى صنعاء وإلى تثبيت المؤسسات وإلى اجتثاث هذا المشروع الحوثي الخبيث. كلنا نتشارك هذا الهم. أنا أشكر السلطة المحلية وسيادة النائب الشيخ سلطان العرادة على رأسها، ومعالي الفريق الركن صغير حمد عزيز رئيس الأركان، وكل ضباط رئاسة الأركان والمناطق العسكرية الموجودة، وقبائل مأرب الشرفاء، وقبائل صنعاء، وقبائل عمران، وقبائل حجة والمحويت وصعدة. بارك الله فيكم جميعا. أنا كما قلت يوم أمس، مأرب ليست محافظة، هي وطن موجود في محافظة، وإن شاء الله احنا بنتبادل الزيارات. نحن أبناء اليوم، ونحن كلنا أبناء 26 سبتمبر، ونحن كلنا يد واحدة من المهرة إلى صعدة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. غطيناه ولا صلحناه ضخمه. هذا لا يشكر المحافظ.